السلام عليكم متابعي قناة بي اس ماركو ريفانج، ولقاء جديد. لقاء دوري أبطال أوروبا ما بين فريقي غالاتا سراي التركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the last UEFA Champions League match. Galatasaray against Manchester United. دخول لاعبين لأرضية الميدان، Please welcome حضور أسد الأطلس حكيم زييش، الدولي المغربي. Galatasaray against Manchester United. إذن ماذا سيفعل الأسد الأطلسي في هذه المباراة؟ بداية المباراة عند لاعبي فريق غالاتا سراي، تدخل لاعبي مانشستر يونايتد. إذن الكرة عند اللاعبين، خطير عنده هويلاند، تدخل لاعبي مانشستر يونايتد. لوك شو إلى سفيان أمرابط، سفيان أمرابط، تدخل بوي لزياش، كانت إلى إيكاردي ولكن تدخل بيساكا إلى راشفورد، كرة عند لوك شو إلى أمرابط، خطأ على اللاعب أمرابط. الدقيقة 8، 0 لمثله، بداية المباراة. الكرة عند لاعبي مانشستر في مربع العمليات، خطيرة ولكن تماس للاعبي غالاتا سراي أو لمانشستر. غارناتشو، عرضية خطيرة ولكن فوق اللاعبين، تدخل لاعب أنخيلينو، عند بيساكا، ماكتوميناي، عائدة للاعبي غالاتا سراي. لوكشو، ماكتوميناي، برونو فرنانديش، راشفورد، بيساكا، ولكن خطأ من اللاعب وإنذار من الحكم. واحد إعادة المخالفة على اللاعب أنخيلينو الذي سينفذ الخطأ. كرة عند دومبلي، وخطأ على اللاعب دومبلي. توريرا يمرر، تعيد عند مرابط، كرة عند زياش، تمريرة سحرية إلى اللاعب ميرتنس، تسديدة وجول. جول 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 جول، الهدف الأول للفريق غالاتا سراي. تمريرة نار، تمريرة مليمترية من اللاعب الحكيم زياش. لاحظ الإعادة، يا سلام على التمريرة، الأسيست والهدف الأول لفريق غالاتا سراي. يا سلام، تمريرة ولا في الأحلام. لاحظ إعادة التمريرة، يا سلام، دائرية تمر على الدفاع على ماغواير، ومارتنس يسدد باليمنى في شباك الحارس أونانا. إذا تقدم فريق غالاتا سراي في هذه اللحظات بهدف لصفر على فريق المان يونايتد. كرة عائدة في وسط الميدان، بيساكا، بيساكا، راشفورد، ماكتوميناي إلى لوكشو، غارناتشو، يتدخل بوي، تماس للاعب غالاتا سراي.
لاحظ الكرة عند غارناتشو. غارناتشو ماذا سيفعل؟ غارناتشو اللاعب الأرجنتيني الصغير. كرة عند زاها الدولي الإيفواري. كرة عائدة عند ماكتوميناي. ماكتوميناي في الجهة اليمنى يراوغ عن خلينو، ولكن تدخل لاعبي دفاع جلطاسراي. كرة عند زاها إلى ندومبيلي. ندومبيلي عند عائدة عند زاها. ميرتنس عائدة عند بيساكا في وسط الميدان. غارناتشو ولكن تدخل توريرا. إلى ندومبيلي إلى ميرتنس إلى إيكاردي. إيكاردي يراوغ. إيكاردي ماورو إيكاردي إلى زياش في الجهة اليسرى، في الجهة اليمنى باليسرى. هل سيسدد؟ ولكن عائدة إلى أمرابط هجمة مرتدة. أمرابط عند هويلوند ولكن تدخل الدفاع. وعند هويلوند ماذا سيفعل؟ هويلوند أمام المرمى أمام مسليرة، تسديدة وتدخل الحارس الأوروغواياني. إذا دقيقة 31 ركنية لفريق المان يونايتد، خطيرة في مربع العمليات، ولكن تدخل فريق غالاتا سراي المتقدم في هذه الأثناء. كرة في وسط الميدان عند اللاعب مع أمرابط، تسديدة ولكن تدخل مسليرة. عائدة عند راشفورد، تسديدة ولكن مسليرة في المكان المناسب. قائد فريق غالاتا سراي. كرة عند ندومبيلي، تعود إلى ماكتوميناي. عائدة عند زاها ماذا سيفعل؟ زاها تمريرة دائما عند لاعبي غالاتا سراي، ولكن تعود إلى راشفورد إلى ماكتوميناي عند راشفورد إلى هويلاند، ولكن لم يتدخل لاعب غالاتا سراي. عائدة الكرة عند لاعبي المان يونايتد، هجمة مرتدة عند بيساكا في الجهة اليمنى، تمريرة خطيرة عند برونو فرنانديش، ولكن تدخل الدفاع غالاتا سراي بقيادة عبد الكريم وأيهان وبوي في اليمين وأنخيلينو في اليسار. كرة في وسط الميدان، توريرا لزياش، خطأ على اللاعب زياش. الأسد الأطلسي باليسرى، تمريرة ولكن في يدي اللاعب أونانا الحارس الكاميروني. تمريرة في وسط الميدان، كرة عائدة عند أمرابط، تمريرة من غارناتشو إلى أمرابط إلى غارناتشو ماذا سيفعل؟ غارناتشو جول هدف التعادل لفريق المان يونايتد. برونو فرنانديش والرأسية، يستغل عرضية غارناتشو. إذا تشتعل المباراة، هدف تعادل للفريق المان يونايتد عبر برونو فرنانديش البرتغالي قائد فريق مان يونايتد. الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي من الشوط الأول، وهدف التعادل للفريق المان يونايتد. إذا هدف لصفر، هدف في كل شبكة. ونهاية الشوط الأول، نلتقي عند بداية الشوط الثاني ما بين فريق غالاتا سراي ومانشستر يونايتد، مباراة برسم دوري أبطال أوروبا. إذا بداية الشوط الثاني، كرة عند أمرابط إلى ماكتوميناي اللاعب الاسكتلندي. كرة عند راشفورد، ماركوس راشفورد، وخطأ على اللاعب الدولي الإنجليزي. كرة عند
بيساكا ماذا سيفعل؟ تمرير في مربع العمليات. جول 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 جول. الهدف الثاني لفريق المان يونايتد عبر هويلاند في غفلة من دفاعات فريق غالاتا سراي. لاحظ تمريرة بيساكا إلى هويلاند، والهدف الثاني لفريق المان يونايتد. إذن المان يونايتد هدفين وغالاتا سراي هدف. الدقيقة 47. هل سيتمكن رفاق حكيم زياش من تعديل النتيجة؟ هذا ما سنراه في الدقائق القادمة من هذه المباراة النارية. تسديدة زياش ولكن تدخل أونانا. زياش عبر الركنية عرضية خطيرة ولكن تدخل الدفاع. كرة عند هويلاند إلى برونو فرنانديش. ماكتوميناي تمريرة. أنخيلينو. كرة عند اللاعب إيكاردي إلى ميرتنس اللاعب البلجيكي إلى توريرا إلى ميرتنس إلى زياش. تسديدة ولكن أونانا. كانت محاولة خطيرة من اللاعب من أسد الأطلس زياش. كرة عند زياش. تسديدة في القائم الأيمن للحارس أونانا. تسديدات اللاعب زياش الخطيرة هل ستؤتي كلها؟ هل سيسجل؟ تسديدة زياش باليمين ولكن تدخل الحارس أونانا مجددا. إذن الخطورة غالاتا سراي الأقرب إلى تسجيل هدف التعادل. دقيقة 58. هل سيتمكن رفاق أسد الأطلس من تسجيل هدف؟ كرة عند لاعبي المان يونايتد في مربع العمليات خطيرة. تسديدة كانت خطيرة. كرة عائدة عند لاعبي غالاتا سراي في الدفاع. عبد الكريم إلى توريرا. الخطأ على اللاعب توريرا. كرة عند دومبلي إلى ميرتنس. تدخل اللاعب ماكتوميناي توريرا ولكن راشفورد في المكان المناسب. لوكشو. راشفورد تمريرة لبرونو فرنانديش. زياش في المكان المناسب. تمريرة عند زياش. يلا يا حكيم نريد أهدافك، نريد تمريراتك في هذه المباراة. كرة عند ماكتوميناي لم تمر. تعود إلى زياش. حكيم زياش ماذا سيفعل؟ حكيم تسديدة وجول. جول 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 جول. هدف الدولي المغربي حكيم زياش. يسارية قذيفة زياش يسجل بها هدف التعادل. لاحظ تسديدة زياش. يا سلام. حكيم زياش الأسد الأطلسي يسجل باليسرى. يا سلام. كرة في 90 وجيبها يا أونانا من الشبكة. تسديدة وجول. هدف رائع للأسد المغربي حكيم زياش من أمام لاعب أمرابط لم يتمكن من التدخل. يا سلام. هدف رائع للاعب المغربي. إذن هدف التعادل. هدفين في كل شبكة. الدقيقة 67. هدفين لغالاتا سراي التركي.
ولمانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري الأبطال. هدف رائع للدول المغربي. حكيم زياش، يلا يا زياش. زياش يتوغل، تسديدة في الشباك الخارجية. كاد أن يسجل هدف عالمي. يلا يا زياش. كرة عائدة عند لاعبي المان يونايتد. كرة عند بيساكا. تمرير إلى ماكتوميناي. توريرا. كرة عند زياش إلى إيكاردي. ماورو إيكاردي. تمريرة. دومبيلي تعود إلى إيكاردي إلى زياش. ماذا سيفعل زياش؟ يتوغل، تسديدة. كرة عائدة عند إيكاردي. تمريرة إلى ميرتنس عند زياش. تسديدة. جول. الهدف الثالث. يا سلام، تسديدة أخرى. هدفين للحكيم زياش. يا سلام، هدف رائع للاعب المغربي. لاحظ إعادة تمريرات من بين اللاعبين. إيكاردي إلى ميرتنس إلى زياش واليسرى. يا سلام، قذيفة أخرى من زياش وهدف ثاني. بوم في شباك اللاعب أونانا. يا سلام على هدف. لاحظ إعادة هدف. تسديدة رائعة، تسديدة باليسرى. لاحظ الإعادة. تمريرة ميرتنس وتسديدة زياش في شباك أونانا. وتقدم فريق غالاتا سراي في هذه الأثناء ب3 أهداف ل2. هدفي الدولي المغربي حكيم زياش. الدقيقة 75. 3-2 في هذه اللحظات. وتقدم للفريق التركي. إذا تغييرات في هذه اللحظات: خروج لاعب ميرتنس ودخول لاعب أكسيركوغلو. كرة عند بوي إلى توريرا إلى زياش رجل المباراة بكل تأكيد. أعطى أسيست الهدف الأول وسجل هدفين. كرة عند أنخيلينو ولكن تدخل لاعبين مانشستر. تماس للاعبي غالاتا سراي. أنخيلينو. دومبيلي. عبد الكريم. إلى توريرا إلى بوي. تدخل لاعب غارناتشو إلى أمرابط إلى لوكشو. تمريرة عند اللاعب أكسوروكلو إلى اللاعب إيكاردي إلى زاها. كانت خطيرة من زياش ولكن تدخل راشفورد. تعود كرة عند دومبيلي. تسديدة توريرا ولكن تعود إلى غارناتشو والكرة. تدخل لاعب بوي إلى هويلوند خطيرة. هويلوند خطير. هويلوند يراوغ. تسديدة والهدف الثالث لاعبي المان يونايتد. والتعادل في الدقيقة 88. هدف التعادل
الدقيقة 88. لاحظ إعادة الهدف. تصبح النتيجة 3 أهداف في كل شبكة. كرة عائدة عند لاعبي فريق غلطاسراي. كرة عائدة عند لاعبي فريق غلطاسراي. زياش تسديدة ولكن تدخل الدفاع. غارناتشو عند برونو فرنانديش إلى غارناتشو في الجهة اليسرى. هذا سيمرر تمريرة خطيرة ولكن أنخيلينو في المكان المناسب. دقيقة 90 ونهاية المباراة في هذه اللحظات بنتيجة تعادل الإيجابي 3 أهداف في كل شبكة. تألق اللاعب المغربي حكيم زياش، تسجيل لهدفين والأسيست. إذا نهاية المباراة في دوري أبطال أوروبا. نلتقي في مباراة أخرى دائما على قناتكم بي اس موروكو ريفانج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.